قولي الحق، شحال من حاجة راهي عندك اليوم كنتي من قبل تدعي الله يرزقك بها واليوم استجاب. كلنا وبدون استثناء دعينا واستجب لنا سبحانه. اللي دعت نجاح في الدراسة، واللي دعت بعمل محترم، واللي دعت بزوج صالح، واللي دعت بالذرية، واللي مرضت ودعت ترجع لها العافية، واللي ربي سبحانه يسمعك في أصغر وأدق التفاصيل ويستجيب للشيء اللي فيه خير ليك، لأنه اسمه سبحانه المجيب. أبدا لا يحشم عبده ولا يرضى من سأله. وإذا راكي دوك تقولي أنا دعيت ودعيت وربي سبحانه ما استجب ليش، فنحب ننبهك أن المجيب يجيب بطريقته في الوقت اللي يشوفه يناسبك، وبالشي اللي فيه خير ليك، ماشي بالشي اللي تتمنايه هو فقط، لأنه الشي اللي انت تتمنايه هو يعرف خفاياه ويعرف خيره من شره. وعليه حين يستجيب فبها ونعمة، وحين لا يستجيب فبها ونعمتين. هو أدرى وأعلم بالشي اللي يصلح لك. وأنا شخصيا دايما نحب نربط الدعاء بإذا كان فيه خير ليا، كقول يا رب رزقني هذا العمل إذا كان فيه خير ليا، وأي شيء يصير لي نسأل الله الخير من وراءه. قال عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه الصفة الربانية سهل جدا أنك تستنبطي منها خلق عظيم، ودوك نقول لك كيفاش. أول شيء استجيبي لأوامر الله، وهذا من أعظم صور تخلق بهذا الاسم. ثاني شيء كوني مستجيبة لنداءات الخير، جاوبي اللي يستنجد بك وعاوني اللي يحتاج لك، وهذا الشيء يكون أحيانا يلو كان بالإنصات. ثالث شيء كوني ملحاحة الدعاء بقلب حاضر وثقة ويقين باللي